انا الاهلي اللي كان والحاضر، انا الاسم اللي هز جبال، من الاول لحد الاخر هيفضل مصنع الابطال. انا قد الحياة وتحدي، ولسه عندي قوة وعندي اعدي الف سد واعدي، اقوم واطلع واهد جبال. انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تيشيرت في اليابان، بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان. في ضهري ومن سنين اواني قولوا بدت كتير علشاني، انا الاهلي اللي صان العشرة، دهب مش قشرة ولا بهتان. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كوره مع باسم. طبعا قبل ما اقول اي اخبار طبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. طبعا خبر معانا النهارده طبعا تدريبات استشفائيه وتقسيمه قويه استعدادا ان شاء الله لمباراه سموحه. طبعا الفريق الاول كله كان بالنادي الاهلي. طبعا وصل تدريبات الصباح اليوم على ملعب تتش بالجزيره استعدادا ان شاء الله مباراه سموحه ان شاء الله يوم الثلاث الجاي ان شاء الله في نصف نهائي كاس مصر. طبعا قبل انطلاق المباراه عقد مارسيل كولر مدير الفني محاضره مع اللاعبين الحديثه في كافه الجوانب الفنيه والخططيه. خاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراه المصري امبارح طبعا بعض التدريبات الاستشفائيه للتخلص من حاله الجهد العضلي، فيما ادى باقي اللاعبون تدريباتهم في ملعب التش اللي هو يشتمل طبعا على جزء من تدريبات من جانب بدني. طبعا اجرى بعدها الجهاز الفني تقسيمه بطول الملعب للاطمئنان على كافه اللاعبين وتجهيزهم للمرحله المقبله. يعني ان شاء الله بتمنى توفيق النادي الاهلي ان شاء الله امام سموحه باذن الله. طبعا خبر معانا النهارده طبعا ياسر ابراهيم يخضع لبرنامج تاهيلي بعد اصابته في العضله الضمه. زي ما قلت يعني قلت ان انا حسيت ان هو ممكن يكون كان بيشتكي من العضله او حاطط ايده عليها، كان هو بيشتكي منها طبعا. صبح حفيظ طبعا مدير الكره بالنادي طبعا قال ان الاشعه التي اجراها ياسر ابراهيم مدافع الفريق كشفت ان تعرضه لاصابه في العضله الضمه. طبعا بيخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي تجهيزه للعوده من جديد الى المشاركه في التدريبات الجماعيه. يعني بتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله باذن الله. الاهلي طبعا استاف تدريبات النهارده كان بدون راحه طبعا عشان ان شاء الله مواجهه سموحه ان شاء الله. طبعا خبر معانا النهارده كاس العالم. طبعا الاهلي يواجه اوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه ان شاء الله في الافتتاح. طبعا كل كاس العالم للانديه طبعا اقيمت ظهر اليوم عبر خاصيه الاونلاين. حضر مراسم القرعه المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي ورئيس لجنه الاعداد المشاركه في كاس العالم للانديه. واسفرت القرعه مواجهه الاهلي مع اوكلاند سيتي في المباراه الافتتاحيه اللي هتبقى ان شاء الله يوم 1 فبراير المقبل. طبعا ويتواجه الفرق المتأهلة طبعا في المباراة الافتتاحية مع فريق سيتي ساوندرز بطل امريكا الشمالية يوم 4 فبراير مقبل ضمن فعاليات الجولة الثانية لكأس العالم للأندية. ان شاء الله بتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في كأس العالم للأندية بإذن الله. طبعا خبر معانا النهارده الخطيب مشروع الاهلي اكتشاف وتنمية المواهب خطوة طبعا وتنميه المواهب طبعا اجيال جديده للرياضه المصريه. طبعا كابتن محمود الخطيب قال ان الاهلي يفخر دوما بدعم الرياضه المصريه. وقال ان المشروع يقوم طبعا اكتشاف مواهب طبعا من 6 سنوات ل 10 سنوات طبعا. وقال ختام كلمته اشار كابتن محمود الخطيب على ان السفاره المصريه في هولندا سيكون لها دور كبير في المشروع التي بيثمر على خلق طبعا اجيال جديده من النادي الاهلي. طبعا ان شاء الله بتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. طبعا وخبر معانا السفير الهولندي سال سعداء بتفعيل الشراكه المميزه بين الاهلي وامستردام كلينج. طبعا هان مورتس السفير الهولندي بالقاهره اعرب عن سعادته الكبيره بالتواجد في النادي الاهلي لاعلان عن تفاصيل مشروع اكتشاف وعدد المواهب. طبعا وقال ان اهم ما يميز هذا البرنامج له ان يساعد في اكتشاف المواهب وتحديد نوع الرياضه طبعا اللي هو وقال معربا عن سعادته الغامره بهذا التعاون. وقال اختتم طبعا قال سفير الهولندي قائلا رؤيه الاهلي في تقديم هذه الخدمات للجميع في مصر تتماشى مع رؤيه طبعا واتمنى الاهلي يكون مزدهرا طبعا ودائما في ظل هذا العمل المشترك. يعني ان شاء الله بتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. طبعا يعني هو خبر معانا الخطيب يهدي درع وعلم وقميص الاهلي للسفير الهولندي. كابتن محمود الخطيب
رئيس النادي حرص على اهداء درع وعلم النادي وقميص فريق الكره الى سيد هاند مورتس السفير الهولندي في القاهره. وقال الكابتن محمود الخطيب بتقديم درع، وقام طبعا كابتن محمود بتقديم درع وعلم النادي الى الدكتور محمد زغلول رئيس مجلس اداره الشركه الذي قام بدور اهداء درعا خاصا تقديما الشركه شراكه بينه، طبعا شراكه بين الجانبين. طبعا اخر خبر معانا طبعا مؤتمر صحفي طبعا الاحد طبعا يوم الاحد القادم ان شاء الله للاعلان عن الراعي الرابع ان شاء الله للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي بيعقد مؤتمر صحفيا في الساعه 5 مساء ان شاء الله يوم الاحد القادم الموافق 15 يناير الجاري طبعا للاعلان عن الراعي الرابع، وذلك بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره وخالد بن لادن رئيس مجلس اداره شركه المراسم الدوليه تطوير عمراني التي ترعى النادي لمده 4 سنوات قادمه. ان شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ودايما بنقول ان شاء الله الاهلي يفوز ان شاء الله باذن الله، ويبقى عنده مباراه صعبه جدا امام سموحه في نصف نهائي كاس مصر ان شاء الله. المباراه تبقى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، وسيظل الاهلي دايما وابدا فوق الجميع، وسيظل الاهلي بطلا شامخا ان شاء الله. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله دايما بقول ان شاء الله الاهلي يفوز، ان شاء الله الاهلي يفوز ان شاء الله على سموحه. مباراه تبقى صعبه جدا 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 ان شاء الله. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يفوز على سموحه ان شاء الله. مباراه تبقى يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله في نصف نهائي كاس مصر ان شاء الله. استنوا في حلقه بكره في حلقه جديده من برنامج كره عباسي. سلام. اهلاوي